في لحظة من اللحظات وقفت فتاة طاهرة قدام ملك من السماء، مش خايفة، لا، لكنها محافظة على حيائها. ده جبريل عليه السلام، أقرب ملك لله، بيظهر للسيدة مريم في شكل رجل، وهي بتقوله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. مش علشان هي جبانة ولا علشان هي ضعيفة، عشان الحياء زينة، والحياء قوة، والحياء عفة. القرآن بيحكي لنا القصة دي عشان يقول لنا الحياء مش عيب ولا حاجة نخجل منها. الحياء هو أعظم زينة ممكن إنسان يتحلى بيها. الحياء مش مجرد خجل، الحياء هو احترام للنفس قبل ما يكون احترام للناس. هو أدب داخلي بيخلي الإنسان يختار كلامه وتصرفاته ونظراته، مش خوف من الناس، لكن حبا في رضا ربنا وحفاظا على نقاء قلبه. اللي بيستحي مش ضعيف، ده قوي كفاية إنه ما يساومش على مبادئه، وواعي كفاية إنه يعرف إن الوقاحة مش شجاعة، إن الجراءة اللي تهين أو تكسر مش حرية. والقرآن بيقول لنا: انظروا لمريم، أعظم فتاة في التاريخ وأكثرهم حياء وعفة. إزاي نرجع للحياء الحقيقي؟ رقم 1: حياء من الله، متعملش حاجة في الخفاء ربنا مش راضي عنها. رقم 2: في ناس كتير بتفتكر إن الحياء من الناس يعني تسكت أو تتراجع أو تمشي جنب الحيط، بس الحقيقة الحياء مش خوف، الحياء قوة. اللي بيستحي من الناس مش بيخاف منهم، ده بيحط حدود بينه وبين الغلط حتى لو مفيش حد بيحاسبه، لأنه شايف نفسه بعين ربنا مش بعين الناس. وده الفرق بين اللي بيعيش برقابة داخلية واللي مستني حد يقوله عيب. ربنا قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء زينة، الحياء قوة. الحياء عمره ما كان عيب، ده كان سبب اختيار السيدة مريم من بين العالمين. فلو جواكم حياء حافظوا عليه، لأن ربنا بيحب القلوب اللي بتختار النقاء.